في حاجة نفسي اتكلم فيها النهاردة. ليه دايما بنأجل فرحتنا؟ بنقول لما اخس هفرح، لما اشتري الحاجة دي هفرح، لما اوصل للهدف ده هفرح، لما يحصل كذا هفرح، وكأننا طول الوقت مستنيين مناسبة او انجاز او رقم معين علشان نسمح لنفسنا نفرح. مع ان الحياة مش مستنية، الايام بتعدي والعمر بيعدي واحنا مستنيين اللحظة المثالية. بس الحقيقة ان مفيش لحظة مثالية، لان اول ما نوصل لهدف بنحط هدف اكبر، واول ما نحقق حاجة بنبدأ نجري ورا الحاجة اللي بعدها، وفجأة بنكتشف اننا نسينا نستمتع بالطريق نفسه، نسينا نفرح بالحاجات الصغيرة، اننا صحينا النهاردة بخير، اننا قدرنا نكمل يوم صعب، ان حد بنحبه بعت لنا رسالة، اننا شربنا قهوة واحنا مرتاحين، اننا ضحكنا فعلا من قلبنا. الحاجات دي بسيطة جدا بس هي اللي بتعمل الذكريات الحلوة في الاخر. مش بقول ما تحلميش او ما تسعيش لأهدافك، بالعكس احلمي وتعبي واسعي، بس وانت ماشية في الطريق ما تنسيش تعيشي، ما تنسيش تفرحي بنفسك، وما تنسيش تقدري اللي عندك دلوقتي، لان الحياة مش هتبدأ لما تخسي، ولا لما تشتري الحاجة اللي نفسك فيها، ولا لما توصلي للهدف. الحياة بتحصل دلوقتي في اللحظة دي بالذات. قوليلي بقى، اي حاجة بسيطة فرحتك النهاردة حتى لو كانت صغيرة جدا؟ انا هقرأ كل الكومنتس اللي انتوا هتبعتوها.